الجو نار والشمس كده أكنها سابت السماء ونزلت تقعد جنبك على الأرض، يبقى أكيد عشان تحمي جسمك من الحرارة الشديدة دي هتعمل الخطوات دي. أول خطوة تعملها إن أنت لازم تبعد عن الزحمة، تبعد عن الناس كده والتلزيق، الجو مش ناقص. وكمان تدور لك على حتة ضلة تقعد تحتها، ويا سلام لو كانت حتة شجرة وتشوف فيها شوية هوا حلوين. وكمان بقى لو حد قدم لك كوباية مية ساقعة يا سلام تبقى تسلم إيده. ولو أنت مروح يبقى جاري على الحمام تاخد لك دش ساقع وتنبسط وترد فيك الروح شوية وتفتح التكييف وتنام، ما أحلاها نومة. قوم بقى لما حد يتصل بيك ويقول لك يلا بينا يا عم نخرج، قول له أبدا، أنا خلاص كده خلص يومي لحد هنا، ومن بكرة إن شاء الله نبدأ اليوم من أول وجديد. تعرفوا بقى إن الست حاجات دول هياها بنعملها مع الحيوانات أو مع الطيور لما ربنا يكرمنا كده بشوية غنم ولا شوية بقر ولا شوية طيور عشان نحميهم من حر الشمس، بنعمل معاهم نفس الخطوات دي. طب يلا كده بينا نحوت بيطري وأنا أفهمكم أقصد إيه. بس بقى ربنا أكرمك كده وربيت لك شوية غنم أو بقر أو طيور، ولقيت الشمس ناقحة عليهم ومنتظرة كده تاكلهم أكل، يبقى بسرعة لازم أحمي جسمهم بنفس الحاجات اللي حمينا بيها نفسنا، إن أنا أوسع المسافات بينهم عشان ابتدي هوا شوية كده يخش ما بينهم. تاني خطوة إن أنا أعمل لهم مظلات عشان لما الحر يشد يخشوا تحت المظلة ويحموا جسمهم. بعد كده أعمل لهم مية دايما متغيرة، مرة في الصبح ومرة بالليل، ويا ريت كمان لو احط لهم مكعبات تلج جوه الميه عشان تبقى باستمرار ساقعه. وبعد كده بين وقت والتاني اديهم رشه كده بالميه، بس اخد بالي علشان ما اعملش رطوبه في المكان اللي هم فيه المزرعه، يا اما ان انا ارشهم بره وادخلهم بعد كده على المزرعه. ويا سلام لو عندي كده ميه قدامهم واقدر انزلهم كده ياخدوا لهم دش وبعد كده يطلعوا تاني، يبقى احلى واحلى. ايه كمان؟ اعمل كمان المراوح في المزرعه اللي هم فيها، او اعمل شفاطات عشان تشفط الهواء السخن، كل ده هيبتدي يطري الهواء جوه المزرعه. كمان ان انا لما اجي انقلهم من مكان لمكان يا ريت ما انقلهمش في الوقت بتاع الظهر، انقلهم يا اما الصبح بدري يا اما بعد ما تغيب الشمس، هي دي الاوقات اللي انا اعمل فيها النقل. طيب هل كده بس؟ لا، كمان في معانا 3 حاجات تانيين وكده يبقى خلص الموضوع بتاعنا. من الحاجات المهمة اللي اخد بالي منها هي التغذية، ان انا اقدم الاكل يا اما الصبح بدري يا اما بعد ما تغيب الشمس، لكن ما اجيش قبل الظهر ب3 ساعات واقدم الاكل. ليه؟ لان انا اساسا قبل الظهر ب3 ساعات اجي اقدم الاكل، يجي بعد كده يحصل عملية الهضم، عملية الهضم بتنتج عنها طاقة، وانا اصلا الجسم مش ناقص والجو مش ناقص، يعني انا هطلع حرارة فوق الحرارة اللي موجودة، هيحصل ايه؟ ان الحيوان هيتعب جدا مني وممكن كمان يموت. كمان حاجة مهمة ان انا احط في مية الشرب بتاعتهم بين وقت والتاني اسبرين، عشان ده بيساعد على خفض لزوجة الدم وبيوسع الشرايين، وبالتالي الدم يتحرك بسهولة لكل أجزاء الجسم، ويبتدي الجسم وأجهزته تشوف الشغل بتاعها ويبقى الحيوان نشيط. كمان أحط فيتامين سي وفيتامين ه وسيلينيوم، ودول حاجات بترفع المناعة ومضادة للأكسدة. عارف انت جسمك لما يتعرض للشمس مدة طويلة يبتدي الجسم يبتدي يجف كده معاك ويقشر، هو ده بالظبط اللي بيحصل لخلايا الجسم لما تتعرض للحرارة الشديدة، هي دي اسمها الأكسدة اللي بتخلي خلايا الجسم ما تقدرش تشوف وظيفتها. فهو ده اللي بيعمله فيتامين سي، انه بيمنع موضوع الاكسده دي، وبالتالي الجسم يبتدي يشتغل نشاطه، اللبن يبقى كويس، عمليه البيض لما في الدواجن تبتدي تطلع البيضه قشرتها كويسه، الحيوان لما يتولد ما يبقاش فيه حيوانات ضعيفه، حيوانات ما تتولدش ميته، البيض نفسه يفقس ويطلع الاجنه بتاعته، ما يبتديش الجنين يموت جوه البيضه. كل ديت نتيجه اضافتي ليه فيتامين سي بين وقت والتاني، وهي سيلينيوم وفيتامين ه والسيلينيوم. اخر حاجه كمان معانا وهي عمليه التحصين، لما اجي احصن الطيور او احصن الحيوانات بتاعتي احصنها الصبح بدري. ليه؟ لان دي تعتبر اجهاد على جسم الحيوان، لما ياخد التحصين هيبقى في رد فعل للتحصين، وانا الجسم اساسا مرهق، يبقى ما خليش الحكايه دي مع وقت الحر، لا اخليها في وقت الصبح بدري يكون الجو كويس وابتدي احصن الحيوانات بتاعتي. بس كده، كنت معكم دكتورة لمياء فؤاد، رئيس قسم الإرشاد والوقاية بإدارة أسوان البيطرية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.